قلتها ما نستعد له هو كأس العالم، وقد قمت بعدة تغييرات وسأفعل ذلك كذلك في اللقاء المقبل من أجل أن أحصل على تشكيل مثالي مع التركيز على كأس العالم. وسنحاول الفوز في اللقاء المقبل الودي مع التركيز على أننا نهيئ لكأس العالم المقبل. الحمد لله أننا لعبنا مباراة قوية مع منتخب قوي. الإكواتور فاز على الأرجنتين وكذلك على كولومبيا، واحتل المرتبة الثانية في الإقصائيات الأمريكية خلف منتخب الأرجنتين القوي. وأنا سعيد كذلك لأننا واجهنا صراعا بدنيا قويا مع هذا المنتخب، وسيفيدنا هذا في المستقبل. أنا شخص سيتأقلم مع اللاعبين الذين يتوفر عليهم والأكثر فعالية والذين سيجعلون المجموعة أقوى. ما أريده هو وضع أفضل اللاعبين في التشكيلة. اللاعبين الذين شاركوا اليوم أبانوا أنهم بإمكاننا الاعتماد على هذا الأسلوب مستقبلا، اللعب بمهاجم وهمي، ولكن بالتأكيد لن يكون الأسلوب الوحيد الذي سنلعب به. لست نادما على أي شيء، ونقوم بتحليل الأداء بعد نهاية المباراة. أهم شيء هو أن يدرك اللاعبون بأنه لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، فهناك من سيبدأ المباراة وآخر سيكملها، ومن يكملونها فهم أيضا مهمون.